السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابدأ كلام صلاتي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض احلى شويه مخلل مع بعض مشكلين كده، ليمون وخيار وشطه باذن الله. يلا بينا نقول بسم الله ونصلي على رسول الله ونبدأ كده ونشوف مكونات المخلل بتاعنا النهارده ايه. يلا بينا. معايا طبعا كده 2 رتل من الميه، ميه عاديه جدا من الحنفيه او من الفلتر عادي. تمام. ومعانا طبعا ده الخيار والشطة اللي احنا كنا جايبينهم في المشتريات طبعا، والليمون. هنبتدي النهارده ان احنا نخليهم مع بعض بإذن الله. معلش يا جماعة اعذروني، انا كنت اليومين اللي فاتوا والله ما نزلتش فيديوهات، كان في ظروف كده والحمد لله عدت على خير. فده اللي خلاني اتأخرت عليكم اليومين اللي فاتوا في الفيديوهات يعني. فالفيديو دوت كان المفروض ينزل لكم اصلا من يومين بعد ما جبت فيديو، بعد ما جبت المشتريات يعني، ونزل لكم فيديو المشتريات. كان المفروض الفيديو ده ينزل بس كان في ظروف معايا كده، بس الحمد لله عدت على خير يعني. هنا طبعا وريتكم ده الشطه والليمون، وده الليمون اللي انا قلت لكم هنخلله مع بعض في الفيديو اللي فات. ودي شطه بقى حمراء انا اشتريتها كده عشان هنعمل بيها الدقه بتاعه المخلل بتاعتنا النهارده مع بعض. ومعايا طبعا دول كوبايتين من الخل، وكوبايتين برضو من الملح. كل كوبايه خل من دي وكل كوبايه ملح من دي هتتحط طبعا في برطمان من المخللات. تمام. ان هنعمل برطمانين مع بعض. ومعايا طبعا البهارات دي ملح وفلفل وكمون وشويه من الكزبره الناشفه. دي هنحطها مع الخلطة دي يعني، اللي هي الفلفل الأحمر ده والشطة الحمرا دي. هنعمل كده الخلطة بتاعة الايه المخلل. واسم الله طبعا الجميل ودوار الشمس اللي دايما منورنا كده، واسم الله. يا رب دايما كده ربنا يحسن ما بين ايدينا. فيلا بينا بقى نبدأ عملي مع بعض ونشوف أول حاجة هنعملها مع بعض ايه. يلا بينا. معايا طبعا هنا كده حلة على النار، حاطة فيها مية طبعا بجهزها عشان تغلي، عشان هنسلق فيها الليمون. تمام. هتغلي بقى وبعد كده هنسلق الليمون مع بعض. هي خلاص هنا كانت غلت اهي طبعا في الوقت دوت. حبيبه كانت في الدرس، فانا كنت مثبته الرنج بقى كده على الرخامه من فوق، اول مره ان انا هثبته كده. يا رب يكون بقى التصوير واضح ليكم. تمام. فطبعا كده نزلت طبعا المية غلت معايا، نزلت بالليمون كده وههدي عليه واسيبه كده يغلي غلوتين يعني. ربع ساعة كده. يعني لو انتي عايزة تقعديه فترة طويلة يقعد معاكي في التخليل فترة طويلة، ممكن تسيبيه مثلا 10 دقايق بس، ما تغلوش كتير. لو عايزة حابة ان انتي تاكليه على طول، ممكن تسلقيه مثلا، يقعد مثلا على البوتاجاز معاكي ربع ساعة تلت ساعة. تمام. فهنا بقى ايه، سبت الليمون يتسلق وجينا بقى هنا كده معايا على الرخامه، برضو جبت الرنج وثبته معايا على الرخامه هنا. وايه، وقلت بقى هنقعد كده نفتح مع بعض هنفتح مع بعض كده الشطه كده عشان نخللها مع بعض. حطيت طبعا كده بفتحها بالسكينه كده فتحه صغيره. تمام. وبقيت بقى جبت كده معايا الخيار. هقطعه بقى كده بالقطاعة الجميلة دي. طبعا القطاعة دي حلوة جدا، بتقطع الخيار او الجزر او اللفت، اي حاجة عندك بتخليها يعني، بتقطعها تقطيع كده مجرنش يعني، بيبقى مشرشر كده. بتبقى جميلة، بتبقى حلوة جدا والله. هتشوفوها معايا طبعا. شايفين انا بقرب لكم طبعا الكاميرا بايدي كده اهي. بقول لكم شايفين شكلها يعني زي السمبوكسة كده من فوق ومن تحت، شكلها تحفة جدا. آه، اسفه بقى لو تصوير من بعيد بقى مش واضح قوي، بس صدقوني والله انا ما كنتش عارفه اصور في الوقت دوت، لاني حبيبه كانت في الدرس و... وانا مستعجله عشان كنا رايحين فرح وكده، فما كناش ما كانش ينفع استنى لما تيجي. بس هي هتلحقني في اخر الفيديو، وهي اللي هتكمل معايا باذن الله تصوير وهتظبط الدنيا معايا. طبعا هنا كده بقيت اقطع بقى كده الخيار بالشكل دوت زي ما انتم شايفينه مشرشر كده اهو. شايفين انا عملته طرنشات كده، لان طبعا ايه الخياره كبيره شويه، لو الخيار صغير كنت سبته ايه سليم. هكمل بقى بقيه الكميه دي كلها مع نفسي كده وارجع لكم عشان وقت الفيديو. يلا بينا. خلاص هنا في الوقت ده كنت خلاص خرمت الشطه كلها فتحتها يعني، وقطعت الخيار كله بالتقطيع اللي انا وريته لكم كده. ويلا بينا بقى كده نجهز مع بعض دلوقتي الشطه الحمرا عشان نعمل احلى خلطة شطة حمرا كده، اللي هي الهريسة اللي بيقولوا عليها الهريسة دي. بالثوم بقى وكده، عشان نعمل بقى خلطة حلوة للمخلل بتاعنا النهاردة. تمام. عفوا. هبتدي اقطع بقى كده الشطة الحمرا كده معاكو يعني
زي ما انتوا شايفين كده بقطعها مكعبات كده، هفرمها زي ما هي بالبذر بتاعها، مش هشيل منها البذر يعني. تمام. فانا كده زي ما انتوا شايفين بقطعها كده، هبتدي اكمل بقى بقيه الكميه وارجع لكم. خلاص في الوقت ده كنت كملت كميه الشطه كلها الحمراء اهي بالشكل ده، ما شاء الله الشطه دي حاميه نار يا جماعه، نار. ربنا يا رب يحفظنا. جبت طبعا معايا كده راس من التوم، وهبتدي ان انا افصص كده كام فص يعني، مش كلها يعني. هحط كده مثلا قد 6 7 فصوص توم كده، واقشرهم دلوقتي معاكم، ونبتدي نفرمهم ان شاء الله مع الهريسه دي والبهارات اللي انا وريتها لكم. هقشر بقى التوم كده واحنا واقفين طبعا كده هم، بص يعني 7 ولا حاجه اهم. مش هحط الراس كلها لان الراس كلها هتبقى كبير كتير، فاحنا بس بنحط كام فص كده يدينا بس طعم مع المخلل بتاعنا. هفصص بقى كده. وبعد كده واحنا واقفين بقى عايزين نذكر الله كتير كده على بذكر الله تطمئن القلوب، ونصلي على حبيبنا محمد كتير صلى الله عليه وسلم، عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا والحاجه بتاعتنا تطلع حلوه ان شاء الله. هنا بقى هبتدي اقعد افصص بقى كده التوم ده مع نفسي كده عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. خلاص فصصت التوم وقطعت الشطه كلها، يلا بينا بقى على الكبه بتاعتنا ونفرم الشطه ديت ونظبطها كده ونخليها فرم ناعم مع البهارات بتاعتنا. في الوقت ده بقى كانت حبيبه جت خلاص من الدرس وبدات بقى معايا هي اللي تصورني دلوقتي، شايفين بقى كده يعتبر التصوير يمكن واضح شويه ليكم عن ما كنت مثبته الرنج يعني شويه، تبقى الحاجه قريبه منكم كده وشايفينها. حطيت بقى كميه الشطه الحمراء كلها في الكبه كده، ونزلت عليها بالكام فص من الثوم، وبعد كده نزلت بالبهارات الملح والفلفل والكمون وشويه من الكزبره الناشفه، وهنحط كده شويه من الخل. تمام. وهنعصر بقى وهنفرم بقى كل المكونات دي كلها مع بعضها فرم ناعم كده، وتبقى جاهزة معانا أحلى خليط خلطة للمخلل. طبعا في الوقت ده كان كنت مش قافلة الكبة كويس، فطبعا سربت شوية من الخل كده، فأنا بقى الحمد لله لحقتها ومسحتها على طول. خفت لا تكهرمني بصراحة بس يلا الحمد لله أنقذنا ما يمكن إنقاذه. هنا خلاص كنت فرمت بقى كده الشطة زي ما انتم شايفين فرم ناعم خالص اهيت الشطة مع الثوم مع الخل ومع البهارات، واصبح معايا احلى هريسة شطة. تمام. خلاص كده هنركن الهريسة دي على جنب شوية، ويلا بينا دلوقتي كده فات كده يجي ربع ساعة او تلت ساعة كده والليمون بتاعي بيتسلق. شايفين ما شاء الله خد لون جميل جدا ازاي، وبقى ذهبي كده لونه اصفر جميل. وشايفين بقى انا بختبر كده بشوف الليمونية كده اما بلاقيها خلاص طريت كده شوية، خلاص كده بعرف ان هو خلاص استوى معايا كويس. وانا حابه ان انا يعني ناكله على طول، يعني ما يقعدش ايام كتير. لو حابه انه يقعد معاكي فتره طويله تسيبيه 10 دقايق بس، ما تخلوش يستوي قوي. انما انا سويته شويه عن يعني سويته شويه عشان انا حابه احنا ناكل منه على طول، لاني مش عامله كميه كبيره. يعني أنا عامله يعتبر كيلو ده او كيلو ونص، كيلو ونص. تمام. فهنا بقى سويت الليمون ونزلت بيه، طبعا صفيته على الحوض، ونزلت عليه ميه ساقعه تمام وشطفته كذا مره عشان يبرد معايا كده، وحطيته طبعا زي ما انتم شايفين في بوله. وهنا بقى جبت بوله تانية كده نضيفة، ونزلت طبعا فيها ب2 رتل من المية. الاتنين ركزي يا هام، 2 رتل من المية عليهم 5 معالق ملح كبار، وكوباية من الخل. تمام. وكوبايه صغيره خل يعني. وهبتدي انزل طبعا كده بكام معلقه من الهريسه على حسب ما انت عايزه بقى، ممكن 3 4 معالق هريسه كده. وابتدي اقلب بقى كل الخليط بتاعي دوت. وبصراحه كان في الوقت دوت انا كان نسيت خالص ان انا احط معلقه صغيره من السكر كده كماده حافظه يعني للمخلل، بس نسيت بصراحه. بقول لكم انا عندي الذاكره يعتبر الحمد لله يعني انتهت الصلاحيه فربنا يسترها ان شاء الله. افتكرش الا بعد ما خلصت المخلل والله وقفلت عليه، ما رضيتش افتح تاني بقى واحط، قلت يلا بقى هو ربنا باذن الله هيحسن سوقه ويطلع حلو باذن الله. هنا ابتديت بقى جبت البرطمان بتاعي واعبي بقى كده الليمون زي ما انتم شايفين معايا ما شاء الله. عبيت الليمون كله كده ونزلت بقى طبعا عليه بالمحلول الميه والملح والهريسه اللي احنا عملناهم مع بعض. ده كده المحلول ده هو اللي بيدي طعم للليمون. ولو كان في كمان والله جزر كنت هبشر عليه جزر، بس في الوقت ده انا بصراحه ما لقيتش جزر على السوق خالص. خلاص كده عبيت طبعا
الميه المحلول اللي احنا عملناه كله على ليمون. شايفين ما شاء الله البرطمان اتملى على الاخر اهوت. واخر حاجه معايا رشيت يعني على الوش كده رشه من الزيت كماده برضو حافظه تحفظ لي الليمون يفضل كده يلمع ويبقى كده لونه كده يلمع وجميل. معايا بقى هنا كده في الاخر كيس كده او اي كيس تلاجة عندك، وابتدي ان انا يعني احكمه جامد عشان ما يدخلش هوا، واقفل عليه كويس جدا عشان اضمن ان مفيش هوا يدخل البرطمان ويتخلل كده ويبقى باذن الله جميل. وطبعا هتشوفوه معايا لما يبقى يتخلل بعد كده واوريكم طعمه ولونه كده معايا. خلاص ركننا بقى الليمون خلصناه الحمد لله. وتعالوا بقى فاض شويه مني من الميه لان طبعا البرطمان كان صغير ما خدش الاتنين لتر كلهم. نزلت طبعا ببقيه الميه تاني على شويه الميه اللي فاضوا مني، ونزلت طبعا ب5 معالق من الملح برضو وكوبايه الخل تاني، والباقي الهريسه اللي احنا هرسناها طبعا اهي بمقدار مثلا 3 معالق كبار او 4. تمام خلاص كده. وهقلب بقى كل الخليط ده كله مع بعض. طبعا انا هعمل برطمان الشطه هتحتاج محلول اكتر شويه من الليمون. هجيب دلوقتي كمان شويه كمان قيمه نص رتل ميه كمان، لان حسيت ان الملح ممكن يبقى كتير شويه والميه قليله، فهنزل بنص رتل كمان من الميه دلوقتي حالا. اهو شايفين انا رحت جبت نص رتل من الميه كده خلاص. المقدار معايا كده يعتبر مظبوط. هقلب بقى كل الخليط ده مع الملح عشان يدوب مع بعض كده ويبقى مظبوط. وهنبتدي بقى نجيب البرطمان بتاعنا كده اللي احنا هنخلي فيه الشطه ان شاء الله. انا طبعا مش عامله برضو شطه كتير. ده البرطمان اللي بقول لكم عليه. البرطمان ده بياخد اكتر يعني بياخد يجي 3 كيلو شطه، بس انا في اليوم ده كنت جايبه برضو كيلو ونص شطه مش جايبه كتير. ويعني يعتبر كيلو ونص شطه. وخدنا يعني استعملنا منه كمان يجي نص كيلو. يعتبر ده كيلو شطه مع كيلو ليمون او كيلو الا ربع كيلو الا ربع خيار. انا ما شاء الله ولادي يعني يعتبر شدوا من الخيار وشدوا من الشطه فنقصوا شويه، فيعتبر عملنا كده يعتبر خد نص البرطمان بس اهو. يعني البرطمان ده بياخد يجي 3 كيلو شطه ما شاء الله. هبتدي بقى عبيت الشطه كلها والخيار مع بعض كده. انا حطيت الشطه طبعا والخيار لان هم ما بياخدوش وقت، انما الليمون بياخد وقت شويه. الشطه والخيار ان شاء الله يومين 3 وهناكل منهم. هنا طبعا انا بقى لقيت نفسي هبقى صعب عليا او كل شويه هشيل بالمغرفه. لا قلت لا انا هفضي بقى بالبتاع. عامله ذكيه زكريا انا بقى وبت بقى ايه نصحى بفضي كده بالبتاع البوله على الشفشه. راحت الميه كلها واقعه مني، بس يلا منحوس منحوس. المهم طبعا انا فضيت بقى المره التانية ما وقعش حاجه اهوت. اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. فالمره التانية الحمد لله ما وقعش حاجه. وفضيت بالشفشه كده عشان اخلص على طول. وهنا كده خلاص كميه المحلول طبعا مظبوطه جدا هي على الشطه والخيار بالمقدار اللي انا هعمله. يعني مش ماليه البرطمان على الاخر لان هما مش كميه كبيره. وابتدي اقفل جامد كده واغلق قوي البرطمان واقلبه كده من فوق لتحت زي ما انتم شايفين عشان محلول الميه كله والخليط اللي احنا عاملينه يطعم كده من طعم الشطه والخيار بتاعنا. ويبقى كده باذن الله حلو. وده كده كان المخلل الشطه بتاعنا والخيار وادي الليمون. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وجربوه بطريقه مملكه هيام ان شاء الله. واشوفكم على خير ومع السلامه.